أنا عندي سؤال. بص، هو احنا كلنا دلوقتي يعني مزنوقين ومتعثرين ماديا كتير قوي بظل الظروف المادية اللي احنا بنمر بيها والغلا اللي احنا بقينا فيه، وكل حاجة عمالة تزيد. كان يقولك العيال وهي صغيرة لما يكبروا هتهون، بالعكس ده لما بيكبروا ربنا يحفظهم كلهم. بس فعلا مسؤوليتهم بتكبر، وانت كمان سنهم بتكبر، وظروفك حاجات كتير قوي. انا بقى سؤالي دلوقتي، هو عشان احنا كل حاجة بقت غالية، فكل ما احنا بنقعد مع اي بني ادم يقول لك ايه مثلا، اعمل لي اكلة، ده انا عاملة لك الاكلة دي ب150 جنيه، ده انا هجيب لك البنطلون ده ب100 جنيه. يا عم خلاص، ما انا عارفة ان الدنيا غالية، بس مش كل شوية هتقعد تفكرني ان انت عملت لا. هو انت كفاية قوي بالنسبة لي، انا كفاية قوي اللي انت قدرتني وعملت لي دوت. مش لازم بقى تحط لي الرقم اللي جنبه دوت. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ يعني مثلا انت نزلت جبت كيس مكرونة يا عم الحاج، جبت كيس مكرونة ب10 جنيه، ورحت عملت الاكلة ديت وسويتها. كفاية قوي ان انت، انا بالنسبة لي كفاية قوي ان انت افتكرتني. لكن فكرة بقى اللي انت حطيت لي سعر جنبها دي، انت مش بتذلني. والألعن بقى اللي انت بتعملها لحد قريب منك، فانت بتلزق الرقم جنبه. انتوا فاهمين انا بتكلم في ايه؟ لا ده انا لا، هو انا كده مش هقدرك اصلا. يعني انت اللي قللت من وجهة، يعني من نظر نفسك، لان انت قللت من قيمة الحاجة اصلا اللي انت عملتها. حط بقى السعر اللي انت عايزه، ده غير بقى بخلاف حاجات كتير قوي تانية بالنسبة للمادة. اه، انتوا بتسترخصوا في حاجات او بتغلوا في حاجات. كل واحد حر يقدر يمشي بيته بنفس الميزانية اللي هو قادر يعملها. لكن حطيت لي السعر، انت حر، حط السعر، بس انت قللت. انا ده رأيي، انتوا رأيكوا ايه؟